حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفه حلوه قوي صيامي طعمها تحفه. زي ما انت شايفه كده، المكونات مش كتيره وبسيطه واقتصاديه جدا، وكلنا عندنا الحاجه دي في البيت. تعالي بقى نعملها بطريقه حلوه وجميله والكل هيحبها. هنعملها ازاي بقى؟ زي ما انت شايفة كده، هوريكي انا هعمل ايه بالظبط دلوقتي، والحاجة هنقطعها ازاي دلوقتي. قبل اي حاجة اشتركي معايا في القناة وحطي اللايك، وقولي لي تعليق حلو منك، كومنت حلو، وبتحبيها ولا لا الاكلة ديت. وتعالى اقولك احنا عملناها ازاي. زي ما انت شايفاها كده، شكلها تحفة، طعمها جميل، الكل هيحبها. وكمان اقتصادية جدا، موفرة، وحاجة صيامي، وكمان حلوة للناس اللي هي النباتية اللي ما بتحبش الفراخ ولا اللحمة. فحاجة زي كده على قد بساطتها ومكوناتها القليلة وما فيهاش أي حاجة، بس بجد بتأكل. ويعني اعمليها وهتتعيلي. زي ما انت شايفاها كده، طعمها تحفة تحفة تحفة. اعمليها بالطريقة اللي انا هقولك عليها دلوقتي، وصدقيني مش هتندمي. تعالوا بقى نخش على الطريقة الأصلية بتاعتها ايه هي، ومن غير اي افتكاسات ومن غير اي حاجة ملهاش لازمة، وطعمها جنين. يلا بقى، لسه ما حطيتش اللايك، حط اللايك. الحاجة معايا اهي دايبة دوب وطعمها تحفة، واي حد يخش المطبخ هيعرف يعملها من كتر ما هي سهلة. تعالي بقى نخش ايه على الطريقة. انا هنا زي ما انت شايفه، معايا بطاطس، معايا القوطه، معايا فلفل، معايا البتنجان. يعني الكميات براحتك. انا هنا عاملاها على قد ما ايه احنا هنحتاج يعني، فانا عامله الكميات دي، وطلعت معايا في الاخر كميه كبيره مش صغيره. طبق كبير محترم يعني اللي انت شفتيه. ياكل معاكي، قولي مثلا من 4 ل5 افراد. هو كبير مش صغير، وبترمي معاكي كتير رغم ان هي مكوناتها مش كبيرة، بسيطة. بس احنا لما بنيجي نقطع الحاجة كلها بترمي معانا كتير. انا هنا جبت البتنجان بتاعي، غسلته ونضفته، وهنقطعه دلوقتي مكعبات. الاكل بتاع النهاردة مش هتقطع غير مكعبات. بطاطس مكعبات، البتنجان مكعبات. زي ما انتم شايفين كده. حابة ان انت تشيلي القشرة بتاعتها براحتك، انا بعملها بالقشرة بتاعتها بتبقى حلوة عادي، فحاجة ترجع لك. طبعا هنشيل دلوقتي الحتة اللي هي من الجنب ديت، مش يعني ملهاش لازمة، علشان شكلها مش حلو، اكيد طعمها مش هيبقى حلو. فما نجيش على حتة صغيرة ونبوظ الاكلة كلها. هنقطع بقى كمية البتنجان بتاعتي كلها، عايزة تكتري بقى عايزة تقللي براحتك. الحجم دوت ما تصغريش عن كده، لان هو خلي بالك هيكش معاكي لما تيجي تحمريه، فاحنا عايزينه يكون باين معانا في الاكله. فاحنا مقطعينه كبير مش صغير قوي يعني زي ما انت متخيله، ولا كبير قوي برضو، بس اللي هو اكبر من حبات البطاطس اللي هنقطعها دلوقتي وهوريكي شكلها. علشان هو هيكش معانا، وهقولك هنحط ايه عليه دلوقتي علشان ما يشربش معايا زيت، وكمان يبقى معايا حلو وينزل المرارة بتاعته. عملت فيديو قبل كده ازاي ننقي البتنجان دوت، وكمان ازاي نعرف البتنجانة الحلوة اللي هي طعمها حلو ما بتشربش زيت، من البتنجان اللي هو مش حلو ومر. زي ما احنا عارفين برضو في انواع كتير في البتنجان. في البتنجان الرومي، في بتنجان سيوي، في بتنجان معرفش ايه. فيعني في بتنجان مهما تحمري فيه تحس ان هو ما بيستويش، بس بيشرب منك زيت. هعملك فيديو اوضح لك فيه ازاي تختاري البتنجانة الصح، وكمان ما تشربش معاكي زيت. انا هنا قطعت البتنجان بتاعي مكعبات زي ما قلت لك، مصغريهاش قوي علشان لسه هنحمر وهتكش معانا. هنا ايه هنحط ايه الاضافه بقى؟ شويه ملح صغيرين، نتخلص من المراره والميه السوداء اللي هتنزل منها، وبعد كده هنحمره مش هيشرب معانا زيت. كده انا خلصت البتنجان بتاعي واسيبه على جنب. قطعته اول واحد علشان يلحق يتحط مع الملح شويه. هنا البطاطس بتاعتي انا طبعا هنقطعها مكعبات، هقشرها وهنقطعها مكعبات. هنا بقى البطاطس بتاعتك عايزه تخليها صغيره كبيره براحتك، بس كل ما كانت صغننه يعني افضل.
مش صغيرة اللي هي يعني مش باينة، لأ باينة برضو، يعني ممكن تعمل زي عقلة كده من الصابع، تبقى حلو حجمها حلو كده كده، هي مش بتكش يعني، انما البتنجان بيكش. فهنا زي ما انت شايفة كده الحجم بتاعها كده مظبوط، حلو قوي. هقطع بقى بقية الكمية واوريكي شكلها عامل ازاي. الأكلة بتاعتنا النهاردة بسيطة جدا ومش مكلفة، وكمان الكل هيحبها، وحاجة للنباتيين، وكمان صيامي حلوة قوي. طبعا كل يوم في حيرة من الأكل. بصوا احنا كده شكلها مكعبات اهيت كده، خلصت مكعبات البتنجان والبطاطس، خلصتهم. أول حاجة علشان هبدأ أحمر فيهم، عبال ما ابدا اجهز القوطه والفلفل اللي هستخدمه في الوصفه، تكون معايا البطاطس والبتنجان اتحمروا. بقولك ان انا هقطع القوطه دي مكعبات والفلفل معاها، وكده خلاص اكلتنا بسيطه جدا، مفيهاش اي تعقيدات ولا اي حاجه صعبه، واي حد ملوش في المطبخ لو دخل عملها هيعملها وتبقى طعمها تحفه. انا هنا حطيت البطاطس بتاعتي، ما حبيتش ان انا اطول طبعا واجيب البطاطس من الاول بتحمير والكلام دوت. سبتها على النار اهيت في الطاسه، وجبت طاسه تانية هنحط فيها شويه زيت، ما تكتريش لان الاكل هيبقى مليان زيت. وكمان هنحط الفلفل والقوطه بتوعي. هحط ايه بقى على الفلفل والقوطه ديت؟ هقولك دلوقتي هنحط ايه. اهم حاجه طالما في طماطم زي ما انت شايفه كده، لازم شويه السكر، وكمان هنحط ملح، فلفل اسمر زي ما انت شايفه كده. عايزه تحط كمون حطي، انا لقيته عندي صراحه خلصان. وهنحط بودره ثوم وبودره بصل زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده، بودره ثوم وبودره بصل. وكده الاكله بتاعتي توابلها مظبوطه معايا، وشويه السكر، ملح، فلفل اسمر، بودره ثوم، بودره بصل. عايزه كمون حطي. مفيش ازيد من كده، هي كده حلوه قوي معانا. هنسيبها بقى تتسبك على النار. وهقولك هنعمل ايه دلوقتي. زي ما انت شايفه كده معايا اهيت. التوم بتاعي انا قطعته، ما حبيتش ادقه، انا قطعت كام فص كده ترنشات صغيره بالسكينه عادي خالص، مش هندق. احطه على الوصفه بتاعتي كده، على اكله القوطه والفلفل ديت. آه بس واسيبها على النار تكمل بقية التسبيكة بتاعتها، ولغاية ما تكون جاهزة معايا، تكون البطاطس والبتنجان اتحمروا. يلا بقى لو وصلت معايا لغاية هنا حط لايك واشتركي معايا في القناة. انا هنا خلاص التسبيكة بتاعتي بقت حلوة ومظبوطة، وكمان التمليح بتاعه مظبوط، والبطاطس والبتنجان عندي اتحمروا جاهزين معايا ينزلوا على القوطة والفلفل. وكده خلاص الأكلة بتاعتي خلاص، يعني سهلة وبسيطة وطعمها تحفة جدا. اتمنى ان انت تجربيها وتقولي لي الوصفه عجبتك ولا لا. حاجه صيامي، حاجه نباتيه، وكمان مش مكلفه، وكمان بابسط الطرق هتعمليها، وكمان طعمها تحفه والكل هيحبها. بدل بقى ان احنا كل يوم نحتار في الاكل بتاعنا ومش عارفين نعمل ايه والكلام ده، اعملي الوصفه دي وقولي لي رايك ايه. هنا لو حسيت ان هي تقيله قوي قوي، ممكن ربع كوبايه ميه، تحسي ان هي ايه هتخفف معاكي الموضوع شويه. بس هي كده معايا مظبوطة. بس انا بقولك انت يعني لو انت حسيتي يعني الاكلة تقيلة قوي قوي يعني، بتقلبيها بالعافية، فربع كوباية مية هتخليها معاكي مظبوطة جدا. كده خلاص هسيبها على النار لمدة دقيقتين، مش اكتر ولا اقل، كل حاجة مستوية معايا. ونقلب بالراحة يا جماعة، لان كل ده ممكن يتهري معايا، احنا عايزين الحاجة تنزل سليمة، يعني الحاجة محافظة على شكلها اهي. زي ما انت شايفة انا كده خلصت الاكلة بتاعتي، ما خدش معايا 10 دقايق. كل الوصفة زي ما انتوا شايفين الفيديو معايا اهوت، 10 دقايق يعني، ما خدش معايا وقت نهائي، وعملت اكلة بسيطة وطعمها تحفة زي ما انت شايفة كده معايا. قضيها بقى سندوتشات، تقضيها مثلا اكل عادي كده بالعيش زي ما انت عايزة. قطعي جنبيها مثلا لو في ناس بتحب البصل جنب الأكل عادي، وكمان ممكن شوية مخلل. بس هي بصراحة الطبق ده يغنيك عن أي حاجة تانية جنبيها، طعمها جميل وكمان تحفة. يلا حط اللايك واشتركي معايا وقولي لي رأيك ايه. وزي ما انت شايفة كده
انا عملت منها سندوتش قدامك اهو، طعمها تحفة تحفة وبتأكل جدا يا جماعة. يعني نحاول بقى ايه ناكل ونقوم بسرعة كده، عشان ايه هي بتأكل، يعني ممكن تنسي نفسك وتاكلي كتير. اهي زي ما انت شايفة معايا كده، طعمها تحفة. اتمنى تجربي الوصفة بتاعتي ديت وتقولي لي رأيك فيها ايه. انا حبيت اوريك ان كل حاجة محافظة على شكلها. اللي احنا مقطعينها بطاطس والبتنجان محافظ برضو على شكله، واضافة الثوم بتديها طعم حلو قوي قوي. لو مش محتاجة الثوم بلاش براحتك، بس نصيحة مني لو هتعمليها تعملي معاها كام فص الثوم دول، طعمها بيبقى حلو قوي قوي يعني. يلا اشوفك بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.